لسه بيعاني من راس الحربة؟ طبعا رقم 9 مشكله. مش في النادي الاهلي، في مصر كلها الاسترايكر او رقم 9 الصريح مش عندنا. مش عندنا. ليه بقالنا فترة طويلة عندنا مشكلة في المركز ده تحديدا؟ من 3 سنين. 3 سنين. مش عايز اقول المدربين عندنا مش مهتمين بالقصه دي، لكن ولا دور الكشافه؟ طبعا. ما احنا لما كنا بنقول عبد البقال زمان في النادي الاهلي، وكان بيقول اللي انا شفته الله يمسيه بالخير والله الله يرحمه مصطفى حسين ابو الاشبال. انا لعبت ماتش للطيران، كنت بلعب في الطيران والنادي الاهلي ماتش ودي، والاقي واحد قاعد عجوز كده قاعد على كرسي وحاطط رجل على رجل. والله العظيم ما هقدر انسى المشهد ده. كنا بنلعب في سانتي فاطمه الماتش ده، وانا كنت في الطيران ساعتها، ولقيت الراجل ده بيقول لهم بيشاور كده. انا جات لي كوره، كنت انا 9 بقى وعايش في دور بقى جامد قوي وبتاع، فالكوره جت بالعرض، فهمت ايه عملت فيها تشميسه، يعني اللي خدت اللعيب من فوق راسه الكوره وقمت بالشمال، وانا مش اشول، بس هي لبست بقى بصراحه، وش رجلي راحت على الجول. فلقيت بين الشوطين الكابتن مصطفى حسين ابو الاشبال بيقول لحد اللي هو عم مختار، واحد اسمراني كده هو بتوع المنطقه، فبيقول له انا عايز السي في بتاع الولد دون، وانا عايز اشوفه يتمرن معانا تمرينتين في الاهلي. طبعا سيبك اللي كان توفيق، طبعا انا رحت معاهم ما كملتش صحيح، لكن حضرت تمرينتين في مختار التتش. لكن انا بقول ايه، انا ليه بقول كده؟ بقول اللي فيه شوف الليالي الخبيره جاب 5 لعيبه، انا منهم خد 3 لعيبه من نادي الطيران. حلو جدا. فطبعا دي نسبه نجاح 95% يعني تقريبا او 90، ممكن يخش طب ساعتها، لكن دلوقتي لو 100% هيخش طب. فبالتالي احنا بنتكلم على منظومه متكامله. كشافه لازم يكون فيه كشاف ينزل النجوع والكره، ومحمد صلاح العالمي احسن لاعب الاسطوره اللي يعني اللي انا ما اعتقدش اللي ممكن يتعوض في يوم من الايام، جايبه من نجريك، قريه نجريك. محمد النني من قريه. مين معظم اللعيبه من الارياف والقرى، وده ولا عيب ولا حرام اللي انا انزل اشوفهم واعمل دوره واقدر اجيب اللعيبه دي. طيب قول لي يا ياسر، احنا خايفين من لقاء سان داونز؟ طبعا انا شخصيا خايف. مش انت بتقولي الصراحه؟ انا كنا بسال حد يقول لي خايف في الموضوع. في مقوله اخرى لو اعرف مين زقني. عشان ايه؟ عشان شايف ان احنا مش مستعدين طبعًا. او مستوى اداء الفرقه مثلا اللي بتمثل اسم مصر طبعا، فكلنا بنتكلم يعني بالانابه خلينا نقول. أيوة. ولكن بما انها بتمثلنا احنا كمصريين، شايف طبعًا. انه احنا عندنا مشكله مع الاهلي، وده مأثر او هيأثر بشكل كبير على مدى جاهزيتنا بشكل اساسي؟ طبعا هو المشكله اللي انت في ضوء، احنا بنتكلم في ضوء قواعد معينه، يعني في رولز. ايه هو القواعد؟ ان النادي الاهلي لم يقدم المردود المطلوب منه. يعني ايه؟ لما انت مع ان مراحل اعداد قويه، صفقات كويسه، اجهزه على اعلى مستوى، مدير فني كويس جدا، امكانيات عاليه جدا، وقاعدين بنقول انه الاهلي سابق بخطوات كتير جدا عن كل الانديه المصريه.